اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب، تفعيل اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة على مود كل ما أنزل فيديوهات تنزل عندكم. حبايب، اليوم تحليتنا لهذا اليوم كنافة مع المحلبي. تحلية كلش طيبة وسهلة وخفيفة وطعمها خيال. هسه بداية حضرت مكونات المحلبي، وهي انه اضافة خاشوقتين من النشا مع خاشوقتين من الحليب مع نص قلاص شكر ومع 3 قلاصات مي ومع يعني الخلط المستمر. هسه بديت حضرت المكونات، خلطت المكونات على البارد وظل أخلط بيهن، يعني ما أخلي بيهن أي تكتلات صغار عمود عالطباخ، يعني ما يتكتل عندي ولا يصير الخليط بتكتلات، يعني خليط أبيض. وهسه بديت رفعت الخليط الخلطته على البارد، بديت خلطته على الطباخ، يعني خلط مستمر عمود ما يعني رأسا يصير عندي ثخين. وهنا ثخن عندي الخليط، صار الخليط المحلبي شلون الكريمي مع إضافة نص يعني نكهة الشوكليت، أو تضيفين هيل أو تضيفين زعفران، فالخيار إلك. وهنا بديت كسرت الكنافة، وبديت شلون أسهيها، شلون يعني من السمسم نسهيه على طاوة. هسه بديت أسهيها الكنافة على الطاوة، تاخذ شوية لون حمار. فبديت ضفت الكنافة سهيتها على الطباخ، ضفتها على المحلبي سويته. وهسه بديت أخلط المكونات، أخليها تتلابس المحلبي مع الكنافة اللي أنا سهيتها على الطباخ، خليت كلها يعني المكونات تتلابس. وهسه أبدي أصبها بالماعين، ما شاء الله يعني كمية صغيرة سوت عندي 3 مواعين. هسه بديت أصب وماعون صغير، وبديت أصب الحلاوة سويتها هي المحلبي مع الكنافة. وراح أبدي أحضر الطبقة الثانية. شنو حبايب الطبقة الثانية؟ وهي إنه همين كنافة أسهيها وأضيفها على الوجه، تصير شلون يعني التحلية المحشاية، من فوق كنافة ومن جوا محلبي وكنافة. هسه بديت ضفت الطبقة الثانية من الكنافة. بنات حبايب، طعمها يجنن. هاي هنا ضفتها بالمواعين، وهاي قدامكم تحليتنا استوت. وألف عافية على قلوبنا وسهمكم العافية. حبايب، اعتمدوها هاي التحلية كلش طيبة ما شاء الله عليها. وسوت لي 4 مواعين، ماعون صغير